يعتقد الكثيرون أن الاستثمار معقد ومقتصر على الخبراء، لكن الواقع إن أي حد ممكن يبدأ، والمهم إنك تأخذ خطوة للأمام. الاستثمار متاح للجميع بغض النظر عن مستوى خبرتهم، والسر في النجاح هو البداية الصحيحة وتعلم الأساسيات خطوة بخطوة. بغض النظر عن حجم أموالك، المهم إنك تبدأ بخطوة صغيرة وتتعلم باستمرار علشان يزيد رأس مالك مع الوقت وتحقق أهدافك المالية. كل واحد فينا يقدر يبدأ وبخطوات بسيطة ويتعلم مع الوقت، المهم يكون عنده الصبر والرغبة في التعلم والتطوير لتحقيق هدفه الاستثماري. الاستثمار متاح للجميع، ومش لازم يكون عندك رأس مال كبير أو خبرة طويلة. المهم تبدأ حتى بخطوات صغيرة وتتعلم باستمرار عن السوق والفرص المتاحة، ومع الوقت والصبر هتلاقي فلوسك بتكبر. ولازم دايما تكون مستعد لتحديد مسار الاستثمار. يجب أولا تحديد الأهداف المالية بوضوح، يعني لازم تعرف أنت عايز توصل لفين بالظبط. هل بتخطط تشتري عقار، ولا تجمع مبلغ كبير عشان لما توصل لسن المعاش، ولا هدفك تزود دخلك عشان مصاريفك؟ لازم تحدد المبلغ المالي المتاح للاستثمار بعد تقييم الوضع المالي، عشان نفهم نقدر نستثمر قد إيه بدون ما نأثر على مصاريفنا اليومية أو التزاماتنا التانية. يتطلب الاستثمار البحث عن الخيارات الاستثمارية المتاحة، وكمان لازم نعرف المخاطر والفوائد بتاعت كل خيار علشان نقدر ناخد القرار الصح ونزيد فرص نجاحنا في تحقيق أرباح كويسة. الخيارات الاستثمارية الأنسب بناء على الأهداف والموارد المتاحة عشان تحقق أقصى استفادة وتقليل المخاطر. وكمان لازم تكون فاهم السوق كويس وتتابع الفرص الجديدة عشان تستثمر صح وتحقق أرباحك. الاستثمار الناجح يعتمد على التخطيط الدقيق والبحث المستمر، وكمان الصبر وعدم التسرع علشان تقدر تخلي فلوسك تكبر مع الوقت بدل ما تخسرها في خطوات غير مدروسة. الاستثمار المدروس يساعدنا نحقق أهدافنا المالية لزيادة الدخل وتأمين مستقبل أفضل لينا ولأولادنا عن طريق التخطيط السليم واستغلال الفرص الصح لتحقيق أفضل عائد استثماري. تشمل الأهداف المالية توفير مصاريف لأولادنا وتعليمهم، ونعمل استثمارات بشكل مستمر ونقدر نعيش حياة مريحة من غير ضغط أو هموم مالية. اجعل هدفك الاستثماري محدد وواضح، وافتكر أن التعلم هو سر النجاح المالي. الاستثمار يساهم في تأمين مستقبل مالي مستقر، فلازم تبدأ بدري وتختار فرص كويسة تناسب ميزانيتك وتهتم بالتعلم عشان تقلل مخاطر الخسارة. الاستثمار المدروس يساعد على تحقيق الحرية المالية، فلازم دايما تخطط كويس وتتعلم قبل ما تدخل أي مشروع، وابتعد عن القرارات العشوائية عشان تضمن نجاح استثماراتك. الاستثمار هو وسيلة لتحويل الأحلام إلى واقع، لما بتحط فلوسك أو مجهودك في حاجة تزيد مع الزمن وتديك دخل مستمر يساعدك تحقق أهدافك وتعيش حياة أفضل ليك ولأولادك مع أفضل الأمنيات باستثمارات ناجحة للجميع.